السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الوصفة النهاردة بتاعتنا وصفة مميزة بدون اي افتكاسات، بدون اي تعقيدات. هنعمل ألذ بسبوسة بمية بس، بدون بيكنج باودر، بدون حليب، بدون زبادي، بمية بس. هنعمل ألذ صينية بسبوسة حرفيا احلى من بتاعة الحلواني. الكل مش مصدق ان هي معمولة بمية بس. معايا نص كيلو من دقيق السمولينا او دقيق البسبوسة. هنزل عليهم ب3 جرام من الملح، رشة من الملح. وهنزل كمان بباكت من الفانيليا. ما تخافيش من رشة الملح، رشة الملح هنا هتظبط معايا الطعم وهتعادل معايا الطعم بتاع البسبوسة طبعا علشان السكر. بعد كده بنزل بكوباية الا ربع من المية السخنة، وهنا كمان بنزل بكوباية الا ربع من السمنة وكوباية من السكر. هقلب كل المكونات دي مع بعضها. انا هنا حطيت السمنة علشان تسيح بالشكل دوت. هقلب كل المكونات دي مع بعضها. بعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من عسل الكلوكوز. لو مش متواجد عندك تقدر ان انت تستخدمي يا ست الحبايب عسل نحل معلقة كبيرة. لو مش متواجد عندك برضو العسل النحل، عارفة شربات القطايف التقيل او شربات بلح الشام، تقدر ان انت تحطي برضو معلقة من الشربات التقيل. هنا بس هنا يعني الحلوانية بيستخدموا العسل الجلوكوز يعني النص بالنص. يعني انا لو انا حطيت كوباية سكر، بيحطوا قصاد كوباية السكر كوباية عسل جلوكوز. طبعا هما بيعملوا كميات كبيرة، انما ست البيت بتحاول ان هي تعمل نص كيلو، كيلو، فمش بنحط الكميات بتاعتها. طبعا انا حطيت المعلقة وسيبته برد تماما. وبعد كده دهنت الصينية بالزبدة زي ما انتوا شايفين. حابة هتستخدمي صينية مقاس 30 مفيش مشكلة للنص كيلو. حابة ان انت القطعة بتاعتك تطلع سميكة شوية، ممكن تستخدمي صينية مقاس 28. طبعا لو انت حابة ان انت تحطي جوز الهند او اي حاجة، تقدري في الوقت ده ان انت تحطي جوز هند، او لو مش حابة ممكن ان انت تعمليها سادة بالشكل ده. انا هنا ما بقلبش السميد خالص بتاع البسبوسة، ما بحاولش ان انا اعجنه، مجرد ان انا تقليب بس من فوق لتحت كده، علشان طبعا الدقيق بتاعي يشرب السوائل كلها ويبقى الدقيق بتاعي متغلف بالسوائل. طبعا مجرد ان انا بخلص تقليب بيكون الصينية بتاعتي. طبعا احنا مجهزين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180. البسبوسة بتاعتي انا مدخلاش على نار عالية، انا بدخلها على نار وسط يعني 180. النار بتاعتها نار وسط مظبوطة. اول ما الحراف بتحمر معايا ببتدي ان انا اشغل الشواية علشان تاخد اللون من فوق ومن تحت. طبعا انا بحاول ان انا اخبطها بالشكل ده علشان البسبوسة بتاعتي تسمغ مع بعضها، يبقى الوش بتاعها متساوي، ما تبقاش فيها حتة عالية وحتة واطية. زي ما انت شايفة كده بحاول بقدر الامكان ان انا اسويها علشان الصينية بتاعتي تبقى مظبوطة. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180. في الوقت ده تقدري تحطي اي نوع مكسرات انت حباه. والبسبوسه بتاعتنا في الفرن بنجهز الشربات بتاعنا. الشربات بتاعنا كوبايه ونص من السكر للنص كيلو، كوبايه ونص من الميه. برفعهم على النار لمده 4 دقايق. الشربات هنا مش بيكون تقيل، احنا مجرد ان الشربات بتاعنا بيغلي على النار لمده 4 دقايق، وبعد كده بنزلها من على النار. البسبوسه بيكون سخنه والشربات بتاعنا بيكون سخن. نزلت بعصير نص ليمونه وباكت من الفانيليا لو حابه. بعد ما البسبوسه بتاعتي فات عليها 45 دقيقه، ببتدي ان انا اشوف. اول ما بتلاقي الاحراف بتاعتها دي احمرت بتشغلي عليها الشوايه. طبعا اي تشققات انت شايفاها في البسبوسه، طبعا بعد ما بنسقيها الشربات زي ما انتم شايفين كده الشربات بتاعي لسه نازل من على النار، والبسبوسه كمان لسه طالعه من الفرن. بصي البسبوسه تعرفها ان هي ناجحه معاكي ازاي؟ بتشرب الشربات بتاعك. طبعا اي تشققات فيها واي حاجه من دي بتختفي بعد ما بتشرب الشربات بتاعها تماما. طبعا زي ما انتم شايفين كده البسبوسه بتاعتي ابتدت تشرب الشربات اهي. هسيبها بقى واركنها هنا لمده 4 ساعات او 5 ساعات، او ممكن تسيبيها لتاني يوم. بتغطيها وتسيبيها لغايه ما بتشرب السوائل بتاعتها كلها وبتبقى بالشكل ده. زي ما انتم شايفين كده بتتقطع معايا بمنتهى السهوله. طبعا اي تشققات راحت فيها البسبوسه بتاعتنا. طبعا زي ما انتم شايفين كده طريه. بصي محدش مصدق بجد ان دي معموله بميه بس. الكل بيقول لي لا دي احلى من بتاعه الحلواني. بجد كل يعني دي وصفه معتمده. الكل في رمضان يعني مثلا يجي يقول لي اعمل لنا احلى بسبوسه. بصي بجد شايفين شكل البسبوسه بتاعتي مرمله، مش ناشفه. شايفين حجم القطعه بتاعتي؟ يعني زي ما اتفقنا انا عملت معاكم البسبوسه المكرمله قبل كده، وطبعا دي البسبوسه الساده.
بصي بدون اي افتكاسات، بدون اي تعقيدات، لست البيت تقدري ان انت تفرحي اولادك وتعملي لهم ألذ صينيه بسبوسه. بجد شايفين المنظر؟ شايفين حجم القطعه كمان؟ حجم القطعه حلو جدا. لو عجبك الفيديو ما تنسيناش في الشير واللايك والاشتراك في القناه.